السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده طبعا الفيديو بتاعنا من بساطته ممكن في ناس كتيرة مترضاش تدخله ومترضاش تشوفه من بساطة الأكلة اللي احنا هنعملها النهارده. يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الملوخية الخضراء بطريقة حلوة مختلفة. ممكن ما تكونيش سمعتيها قبل كده او ممكن ما تكونيش جربتيها قبل كده. وهنعمل معاها كمان الرز المصري حبة وحبة بطريقة حلوة. الطريقة دي يا بنات طريقة الملوخية الخضراء على طريقة حماتي، الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويسامحها. ادعوا لها كده دعوة حلوة في الكومنتات، ربنا يرحمها ان شاء الله بإذن الله ويغفر لها يا رب ويسكنها فسيح جنته. اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل الاول كده مع بعض الرز اللي هو الحبة وحبة. الرز ده بطعمه حلو ومميز جدا، لو جربتيه عمرك ما هتقدري ان انتي تغيريه تاني. يعني اول ما اتجوزت وكانت حماتي بتعمل الطريقه دي في الرز ما كنتش متعوده عليها، بس مجرد ان انا جربتها مره اتنين تلاته ما بقتش بقدر ان انا اغيرها. وحتى الرز بشعريه ما بقتش باكله كتير زي الرز حبه وحبه. وممكن تكونوا ملاحظين ان في الفيديوهات بتاعتي اغلب الرز اللي بيبقى طالع معايا في الفيديوهات هو الرز بحبة في حبة. الاول حطيت معلقة زيت ومعلقة سمن وحطيت معايا شوية كده من الرز المغسول ومتصفي لحد لما اخد معايا اللون الحلو اللي انت شفتيه. نزلت عليه بباقي الرز بتاعي مغسول برضو ومتصفي كويس، وافضل اقلبهم كده اشوحهم مع بعض لحد لما الرز بتاعي كده يبقى مفلفل وجميل. احط معاه اظبط بقى الملح بتاعي. شوف بقى انتي الملح بتاعكم بتحبوه يكون ايه. في ناس بتحب الملح اللي هو بيبقى ظاهر كده في الاكل، وفي ناس بتحب الرز يكون او الملح يكون مظبوط. انا بحب الحاجه تكون مظبوطه، لا اللي هي مالحه قوي ولا اللي هي دلعه قوي. عندي بقى الميه تكون سخنه وبتغلي معايا. ازود الرز بتاعي المية السخنة. المية بتكون كل كوباية رز قصاد منها كوباية وربع مية. ابدا اغطي الرز بتاعي. اول ما يظهر معايا كده شفتي البيوت بتاعت الرز، بصي هي ظهرت معايا كده بيوت، اغطي عليها واوطي عليها على الاخر. مش هتاخد معايا كتير، ومجرد ان انا المية خلاص راحت من على الرز وحسيت ان الرز بتاعي كده استوى، مش هياخد كتير يعني على النار. ابدا اطفي عليه، اقلبه كده زي ما انا بقلبه كده اهو واطفي عليه واسيبه. وكده الرز بتاعنا ده الملوخيه بتاعتنا كده احنا قطفتها الاول وغسلتها كويس مرتين تلاتة، وبعد كده سبتها كده تتهوى ولحد لما اتصفت واتهوت وما بفضلش فيها ولا نقطه ميه. بعد كده ابدا بقى اجيبها اخرطها كده معايا زي ما انت شايفه كده زي ما انت بتخرطي الخضره بتاعه المحشي. اللي بقى هتقولي يع واخي وايه ده اللي انت بتعمليه وبتخرطي الملوخيه على ايدك ما تخرطيها بالمخرطه. الطريقة دي طعمها بيبقى مميز جدا ومختلف عن المخرطة. وبعدين احنا على طول ايدينا في المية شغالين بقى في غسيل الاطباق وكده، فايديكي طبعا نظيفة. وطول ما الملوخية بتاعتي ناشفة ما فيهاش ولا نقطة مية مش هتلاقي حاجة في ايديكي. هوريكي دلوقتي ايديا بعد ما بقطعها، بصي ما بيفضلش فيها حاجة، يعني حاجات بسيطة جدا. وايديكي نظيفة طبعا، انت عمرك ما هتقرفي من ايديك انتي. اول ما اتجوزت فكانت حماتي بتعمل تخرط الملوخيه كده، كنت بشوفها كنت بستغرب عليها، طب ما تخرطيها بالمخرطه. تقولي لما تدوقي طعم الملوخيه دي هتعرفي الفرق ما بين خرط الملوخيه المخرطه وان انت تخرطيها على ايدك. الطريقه دي حماتي كانت متعلماها من امها الله يرحمها. آه كانت هي الوحيدة اللي يعني في اخواتها هي اللي متعلماها منها، وانا جيت فضلت وراها لحد لما اتعلمتها منها. اهم حاجة تكون السكينة عندك حامية، بس خلي بالك على ايدك. بعد ما بتخرطي الملوخية زي ما شفتي كده وتبقى معاكي صغيرة، بقلب نصل السكينة. بصي بخليها ازاي السكينة معايا بالمقلوب، بعد كده ببدأ ايه انعم في الملوخية معايا. المشكلة ان انا عندي السكاكين بتاعتي كلها مش حامية، مفيش ولا سكينة عندي حامية. لو السكاكين حامية كانت هتبقى اسرع من كده، وكمان هتبقى الملوخية عندي يعني القطع بتاعتها اصغر من كده كمان. وبقول لكم فضلت ورا الطريقة كده لحد لما اتعلمتها منها، لحد لما رحت قلت لها في مرة انا خلاص بقيت بعرف اعمل الملوخية زي ما انت بتعمليها.
يوميها فرحت بيا الصراحة، قالت لي انت قردة بتفضلي ورا الحاجة لحد لما تجيبيها. الله يرحمها ويغفر لها يا رب. آه هاخد بقى كده الملوخية بتاعتي، وهبدأ بقى اوريك الطريقة اللي احنا بنسويها بيها وبنعملها بيها. عندي كده التوم بتاعي، حطيت كده في الهون فصين توم. بص التوم بتاعي ده كبير، فانتي لو كده هحطي 3 فصوص توم لو التوم بتاعك صغير. ادق التوم بقى في الهون. التوم لما يبقى مدقوق في الهون يا بنات بيدي طعم وريحة احسن من ان انت تبقي مقطعه على ايديكي. تمام. ربطة الملوخية اللي عندي دي ما كانتش كبيرة، كانت صغيرة، فعشان كده مش هحط توم كتير. انا اخدت يا دوب نص الكمية اللي انا دقيتها. الصراحة كنت محتاجة شوية من التوم فاخدت نص الكمية، يعني اخدت نص معلقة كبيرة من التوم اللي انا دقيته. حطيت كوبايتين شوربة على النار، وحطيت فيهم نص المعلقة بتاعة التوم. تمام. هسيب بقى الشوربة كده لما تغلي مع التوم لحد لما الاقي الريحة بتاعة التوم طلعت معايا. هتشم ريحة التوم كده، ريحة حلوة جدا طالعة من الشوربة. اول ما تغلي معايا اسيبها كده تاخد غلوتين 3، وبعد كده انزل بقى بالملوخية بتاعتي. بصي انا بشاورلك بقولك بصي الشوربة دلوقتي بتغلي بالثوم، فانت في الوقت ده هتشمي ريحة حلوة كده طالعة من الشوربة، دي ريحة الثوم. هتقولي لي ما هو شيء طبيعي انها طبعا ريحة الثوم لان انت حاطه ثوم في الشوربة. معلش يا بنات متلخبطة، استحملوني وعدوها. فدلوقتي خلاص اخدت معايا كده، ممكن تكون يعني دقيقتين 3 كده على النار. بعد ما غليت الشوربة هبدأ بقى انزل بالملوخية بتاعتي. هتقولي لي طيب الشوربة كتيرة على الملوخية لان انت بتقولي الملوخية قليلة. لا هي مش كتيرة، هي هتبقى كتيرة لو انت خرطها بالمخرطة. بالمخرطة بتختلف تماما عن الطريقة دي. وكمان اللي انت خرطاها بالمخرطة ما بتاخدش معاكي وقت على النار، دي بتاخد معاكي وقت شوية. يعني ممكن لو اللي هي مخروطة بالمخرطة هتاخد معاكي حوالي دقيقتين ولا حاجة، دي هتاخد معاكي 5 دقايق على النار. وكل ما بتقعد كل ما بتتقل معاكي. تمام. هقلبها كده واسيبها على النار، مش هغطيها خالص علشان الملوخية بتاعتي ما تسقطش مني ولونها ما يغيرش. هسيبها تغلي كده على النار شوية. انتي مع التقليب ومع الملاحظة هتحسي ان هي استوت معاكي، وهتبقي عارفة الفرق ما بين اذا كانت استوت او مستوتش. الطريقة دي حلوة جدا جدا جدا، مش بتتعب، خفيفة على المعدة. في ناس هتقولك القولون علشان التوم صحيح، لا ما بتتعبش القولون ولا اي حاجة. كده بقى الملوخية بتاعتي استوت. هبدأ بقى اغرفها كده. الرز بتاعنا اهو، ده الرز حبة وحبة. ودي الملوخية بتاعتنا، احنا بنحبها تقيلة، لو انتي بتحبها اخف من كده ممكن تزوديها شوية شوربة. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب، ودعوة حلوة لحماتي ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب.